السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم العيال، وحكايتنا النهاردة هي الجزء الثالث من سر الممرضة والوصية الغامضة. في الجزئين اللي فاتوا عرفنا ان ليلى الممرضة دخلت بيت كله اسرار، بيت الحاج منصور الدمنهوري اللي مات وهو شايل سر كبير في صدره، سر وصية محدش يعرف محتواها الحقيقي. لكن المرة دي الامور هتتطور بشكل مخيف، والقصر اللي كان كله غموض هيبقى كله رعب. يلا بينا نبدأ ونشوف حصل ايه لما ماهر مسك ليلى متلبسة. وكمان ما تنسوش تسموا الله وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، وتقولوا لي انتم متابعوني من اي بلد، وكمان تعملوا كومنت حلو منكم ولايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان القناة تكبر بيكم. ليلى كانت واقفة في نص المكتب، ايديها لسه ماسكة الظرف اللي مكتوب عليه نور، ولما بصت وراها لقت ماهر واقف، وشه احمر من الغضب وصوته عالي. ايه اللي في ايدك ده يا ليلى؟ ليلى: لا، لا ولا حاجة، كنت بظبط المكتب. مكتب في نص الليل يا ليلى؟ قولي الحقيقة يا ليلى، انتي بتفتشي في اوراق ابويا ليه؟ حاولت تهدي الموقف وقالت بخوف: والله يا استاذ ماهر انا سمعت صوت وكنت خايفة يكون حد دخل المكتب. قرب منها بخطوات بطيئة وقال: الصوت ولا الفلوس يا ليلى؟ اتق الله، انا شغالة شريفة وابوك الله يرحمه كان بيحترمني. ضحك بسخرية وقال لها: ابويا ده كان بيتعامل مع الكلاب احسن مننا، بس ما تقلقيش، انا هخليكي تندمي انك دخلت القصر ده. ومد ايده على الظرف، لكن ليلى بسرعة خبته وصرخت وبدأت تصرخ جامد: سيبني، ما تلمسنيش، سيبني، ابعد عني. في اللحظة دي الباب اتفتح فجأة ونور دخلت وقالت: ايه اللي بيحصل هنا؟ اتوتر ماهر وقال: اهو شفتوا بنفسكوا، الممرضة دي بتفتش في مكتب بابا. ردت نور بعصبية: وانت بقى يا استاذ ماهر جاي هنا تعمل ايه في نص الليل؟ سيبها يا ماهر، سيب ليلى. بص ليها ماهر بنظرة كلها غضب وقال: شكلك بقيتي معاهم يا نور، في ايه بالظبط؟ طيب على العموم تمام، انتوا الاتنين هتندموا على اللي انتوا بتعملوه ده. وخرج من المكتب وهو بيخبط في الباب بعنف. نور قربت من ليلى وقالت: ايه يا ليلى اللي كان في الظرف؟ ليلى قالت لها: والله انا ما عارفه. وطلعت الظرف بهدوء وقالت: مكتوب عليه اسمك بخط ايد والدك، بس والله ما فتحتوش. نور خدت الظرف ولما فتحته لقت جواب صغير وجنبه جنيه دهب قديم جدا. الجواب كان فيه سطور قليلة بخط ايد الحاج منصور الدمنهوري لبنته نور: الجنيه ده من امك الله يرحمها، حافظي عليه جدا واحتفظي بيه لانه مش مجرد تذكار، هو المفتاح اللي هيفتح لك الحق يا نور. نور بالصوت بصت خالص للجنيه كده واستغربت: مفتاح؟ مفتاح ايه اللي بيتكلم عليه ابويا ده؟ ليلى قالت: يمكن حاجة رمزية، او يمكن فعلا في سر. وفجأة سمعت صوت خبط جامد فوق، زي حد كده بيوقع حاجة تقيلة. جريوا على فوق على طول، لكن لما وصلوا لقوا كل حاجة تمام، إلا إن باب أوضة الحاج منصور الدمنهوري كان مفتوح، والست فريدة واقفة قدامه وشكلها مش طبيعي. قالت ليهم بصوت هادي بس مرعب: انتوا كنتوا فين؟ البيت ده له حرمة، وابوكم لسه معدش على موته اسبوع. نور ردت: يا ماما في حاجات مش مفهومة بتحصل، بابا ساب وصية واحنا لازم نعرف الحقيقة. فريدة قعدت تصرخ وقالت: مفيش وصية، مفيش غير اللي انا عندي، وانتي يا ليلى انا تعبت منك، من بكرة تمشي من هنا. انتي قاعدة هنا ليه؟ مش خلاص الحاج منصور مات وانتي خلاص شغلتك خلصت؟ انتي ايه اللي مقعدك في القصر لغاية دلوقتي؟ بكرة تاخدي هدومك وتمشي، احنا لو مش بالليل كنت هتمشي دلوقتي. ليلى اترعبت ونزلت اوضتها تبكي، مش قادرة تصدق انهم ممكن يطردوها بعد اللي حصل. لكن وهي قاعدة سمعت نور بتخبط على الباب بخفة: ليلى مش هسيبك تمشي، احنا لازم نكشف اللي بيحصل، وانا خايفة لوحدي، خليكي معايا، اوعي تمشي وتسيبيني يا ليلى، خليكي جنبي. انا متأكدة ان في سر، والجنيه ده في سر كبير وراه، وانا مش هعرف لوحدي، خليكي معايا، وبدام بابايا امنك فخليكي معايا، انا خايفة. طلعت ليلى معاها وراحوا لأوضة الحاج منصور من تاني، وبدأوا يدوروا في الدواليب وتحت السرير، لحد ما ليلى قالت فجأة: استني، الجنيه ده فيه حاجة غريبة، بصي عليه كويس. مسكت نور الجنيه ولما دققت فيه لقت عليه نقش صغير جدا مكتوب عليه 12-5. قالت ليلى: ده شبه رقم مفتاح أو خزانة، تعالي نشوف في المكتب. نزلوا المكتب وبدأوا يبصوا في كل الأدراج لحد ما لقوا درج صغير مكتوب عليه نفس الرقم.
جربت نور الجنيه في الفتح المعدنية، ولما ضغط عليه سمعوا صوت تكة خفيفة والدرج اتفتح فجأة. جوه لقوا ظرف كبير وتسجيل صوت صغير على شريط كاسيت قديم. نور فتحت الظرف، لكن قبل ما تقرأ سمعوا صوت خطوات جاية بسرعة من بره. ليلى قالت بخوف اقفلوا الدرج بسرعة. قفلوا كل حاجة ودخلوا الشريط في جيبهم، وقبل ما الباب يتفتح دخل ماهر ومعاه فريدة. ماهر بص ليهم وقال: شكل الليلة دي طويلة، وانتم الاتنين هتقولوا الحقيقة دلوقتي حالا. ودي كانت حكايتنا النهاردة يا جماعة. البيت بقى مولع، وما هو شكله عارف ان في سر كبير اتكشف، وماهر شكله عارف ان في سر كبير اتكشف. لكن يا ترى ايه اللي على الشريط، وايه اللي مكتوب في الظرف اللي لقوه؟ وهل فعلا نور وليلى هيقدروا يهربوا من فخ مدام فريدة وماهر؟ استنونا في الجزء الرابع من سر الممرضة والوصية الغامضة. ما تنسوش تعملوا ايه؟ لايك، تشتركوا في القناة، وتكتبوا لي رأيكم في الأحداث في الكومنتات. كنت معاكم أم العيال، في أمان الله ورعايته. سلام.